المشاكل الان اللي كتوقع هو الحول التحكيم كنا جينا حنا باش ننزلوا واحد البرنامج واحد المشروع اللي قدمناه للجمع العام. ليش في هذاك الوضع بان انه صعيب مع كامل المستحيلات تنزل هذاك المشروع وانت ما عندكش ارضيه باش تشتغل عليها. كتعرفوا الوزاره كتوقفت المنح لسنتين 2012 2013 تعطات 2014 ما تقدمش تقرير مالي. اذا كان واحد السياسه يسد ابواب لهذا الجامعه لانه كاين خلال الالتزامات ديال التعهدات تجاه الماليه. هذا الشيء طبيعي. بالاضافه الى ذلك انه كيفاش الاخوان بغيتو نتكلموا على كره اليد الديون من كل جانب، موظفين خالصين، موظفين جزء من المشاكل جزء من التسيب اللي عاد كتعرفوا كره اليد واحد الواقع مزمن. علاش حبسنا؟ نرجعوا واحد المساله اللي هي مهمه شنو هو على الاقل هذه السنه هذه نشتغلوا ردوا ليماج وردوا الاعتبار كره اليد الوطنيه. هذا هو الهدف الاستراتيجي اللي خدمنا به هذه السنه. انه ما يمكنش حتى شي واحد يكذب عليكم بان واحد غادي يجي في هذا الوضع وبدون موارد ماليه غادي يدير شي حاجه. راه ما يمكنش. الانديه من ازمه كتعاني من شح الموارد وظروف قاسيه وتزيد الجامعه وتزيد في الواحد. الا كان شي واحد كيقول لك بانه غادي يدير شي حاجه في هذا الوضع نكذب عليكم. لا على كافه، لا على مستوى البطوله، لا على مستوى الفئات، لا على مستوى التكوين، لا على مستوى مختلف البرامج ديال الجامعه الملكيه المغربيه. ابسط شي حاجه البث التلفزيوني الرياضي كاين حتى معاه مشاكل ديال واحد التاريخ اللي صعبه. جينا كندخلوا مع مولاي رشيد باش ندخلوا ليكيب ناسيونال ولا ندخلوا الفئات الصغرى كتلقى مع مولاي رشيد 6 سنين ولا 7 سنين ديال الديون. جينا ندخلوا التليفون لقينا الديون، جينا نلقاو الديون. اذا كان واحد الوضع اللي خاص ندير واحد القطيعه مع هذا الماضي. انا على يقين بان البعض فيكم غيتفاجئ بهذا الشيء، ولكن انا كنقول للاخوان غتجي المناسبه باش يتقال هذا الشيء. انا ما عندنا حتى شي حاجه ما غاديش نخبوها. وضع مزري ومزري على كافه المستويات. اشتغلنا هذه السنه هذه باش نرجعوا ليماج ديال كره اليد. وزاره الشباب تثق فينا، وزاره الداخليه، القناه الرياضيه. بدينا بهذا الوضع هذا. اول عمليه اللي درنا بها وهو انه حاولنا نعطوا دم جديد للمقر ديال الجامعه باش نعطوا اطر جديده اللي ما تكونش جايه حسابات اخرى بقدر ما جايه باش تخدم كره اليد. والاخوان كيفاش نتوما بغيتو كتكلموا لينا على تاريخ كره اليد وانا كنجي للجامعه ما كايناش شي؟ اش بغيتو كنتكلموا على هذا الشيء؟ كنكذبوا على روسنا يا اخوان، كنكذبوا على روسنا. شي علاش رحتوا هذه السنه كتفنا كثير من الانشطه ذات الطابع الدولي. علاش؟ باش نسوقوا واحد ليماج وباش نحاولوا ما امكن نردوا الاعتبار لهذه الكره، هذه كره اليد اللي تألمات وتلقى ضربات عنيفه وعنيفه جدا. وهذه الضربات العنيفه ما اثرتش غير على اللعبه، اثرت حتى على السيطره على الانسان. لان هذه السنه هذه درنا واحد العمل اللي كان كبير وكان استراتيجي، واللي الحمد لله الان هذه تقريبا تشهر ولينا كنحسوا بالنتائج ديالها. الحمد لله. اول اطار انه الاداره تهيأت السنه الجايه غادي يكون واحد التغيير كبير وكبير باش نوضعوا الرسوم. الموظفين اللي كان كيسال شي حاجه خرجتو ما كان كيسالنا حتى شي واحد شي حاجه، ولو اننا حنا ما كناش مسؤولين عن هذا. حنا لو كنا ولاد الحرام ولا فينا تحريميات اش غادي ندير؟ غادي نقول لودي غادي نجي لهاد الجامعه عن طريق من بعد لجنه مؤقته. حنا لسنا مسؤولين على ذاك الماضي على ذاك الوضع. اذا داكشي اللي كيسالكم نمشوا عليه. حنا ما بغيناش نكونوا مسؤولين. تفضل هذه الخدمه هذه الحمد لله. الوزاره الان سوات المشاكل ديال المنحه ديال 2015. الان كننتظر هذا الاسبوع المنحه ديال 2016. الرياض الحمد لله تصفت المشاكل ديالها. الاداره الامور الاخرى كلها غادي كتقال. على مستوى الحصيله عندنا تراكمات، فهمتي؟ درنا انجاز.
انجازات ودرنا باللي شي هما اللي خصنا نجتهدوا ونجتهدوا باش نحسوا بالاجتهاد ديالنا. راه نقول لكم واحد القضيه الاخوان، راه اقسم لكم يمينا ديال من يوم 21 شهر 6 الى غايه شهر 5 2016 كنتحدى شي واحد عطى الجامعه سنتيم واحد. راه كنا كنسيروا الجامعه بدون موارد ماليه. اللي كان نافعنا وهو شي ديال الانخراطات ديال المكاتب ولا شي ديال الترونسفير ديال الديرس. راه مشينا للمنتخب والنتائج اللي ندات في ظل الوضع العام اللي كيشوفوا الكثير، راه معنا غنفتخروا بهذه المساله. لاول مره المنتخب كيتعسكر شي شهر ونصف مع المدرب. لاول مره المنتخب كيمشي لاسبانيا كيلعب 10 ايام كيلعب 4 مقابلات، كيمشي لتونس 8 مقابلات. الظروف كانت مواتيه، لا الاداره التقنيه لا اللاعبين. لاعب كيجيك عباد الله كيجيك لاعب محترف. حنا جينا باش اللاعبين اللي كنقول لك عندي واحد الشيء ديال الفلوس باقي ما تخلصوش في السر. هذه الاشياء تحز في الناس وغير مقبوله، غير مقبوله بتاتا. المنتخب فوق كل الاعتبارات. النقطه الثانيه اللي كانت خدينا بها التعاون وهو انه انطلاق البطوله في شهر اكتوبر. وهذا انطلاق البطوله في شهر اكتوبر كانت عنده ايجابيات كبيره. الاخوان نجيكم بالصراحه، راه حنا اللي بغى يجي يلعب كره اليد مرحبا وسهلا، واللي بغى يجي باش يقدم مسائل اخرى راه حنا ما تلوثنا في الوضع اللي كاين. وهو البطولات الافريقيه وخصوصا البطولات الافريقيه اللي في مدينه فريون، واللي حنا الحمد لله اكثر من 24 دوله. واليوم مناسبه للشكر زميلي سي ياسين يدير مجهود كبير في التظاهرات، والحمد لله خدمنا القضيه الوطنيه على كافه المستويات. النقطه الثانيه اللي حاولنا ما يمكن نلتزموا بها في اطار البرنامج وهو العمل القاعدي. بدات بطوله ديال الفتيان على مستوى القسم الممتاز، على مستوى الفئات الاخرى. الان قدمنا هذه التظاهرات والحمد لله كان البطل الفائز، وكان اللاعبين ديال الفتيان لعبوا، ولكن على اساس انه السنه القادمه غادي نحسوا بالمردود ديالها، على اساس انه راه الاخوان ما كذبوش على راسنا. راه الا ما الان اشتغلنا احنا كجامعه وكأسر وكأنديه في العمل القاعدي، تاكدوا الاخوان راه الخلاف في كره اليد راه ما كاينش، لا وجود للخلاف. وخير دليل على ذلك ما تعرف الساحه الرياضيه في كره اليد، 5 لاعبين ولا 6 لاعبين كيتداول الانديه. علاش؟ لانه ما عندناش واحد العمل اللي هو نخلقوا واحد العمل قاعدي نسبي. وهذا هو السياسه ديال الجامعه، ولكن دائما السنه القادمه غتعطي الاولويه للعمل القاعدي، وغتعطي الاولويه للجانب ديال التكوين وجانب ديال الفئات الصغار، خصوصا انه الحمد لله البطوله الافريقيه اللي كانت في مصر كان المؤتمر ديال الاتحاد الافريقي خلينا اننا غادي ننظموا بطوله افريقيا ديال الفتيان ديال الشباب اللي غتكون في الكيوت. عندنا سنتين باش نشتغلوا. الهدف ديالنا التنظيم، ماشي باش ننظموا ولا باش كذا، لا. الهدف ديالنا كيخلينا باش نشتغلوا اكثر، باش على الاقل هاد السنتين نخلقوا الخلف ونخلقوا عناصر الفريق الوطني ديال هاد 10 سنوات القادمه. بالنسبه لبطوله كره اليد النسائيه، لاول مره كتدار بطوله بواحد الشكل اللي خلى البنات يلعبوا اكثر من 16 مقابله. بعد ما كانوا قبل كيلعبوا يلاه مقابلات 5 مقابلات 6 مقابلات في الموسم ككل. على مستوى الموارد الماليه، كما الاخوان لقينا مشاكل ماليه، ديون كثيره وكثيره جدا. ولكن الهاجس اللي كان عندنا حنايا لقينا واحد المنحه من الوزاره، وكان عندنا واحد الهاجس مهم، وهو اننا حنا كنضربوا وكنحسوا بان الانديه وبان الوسط عانت بشكل الموارد. درنا واحد المبادرات على اساس انه عطينا الوسط كتسبيق اولي لهذه المنحه 50,000 درهم، وعطينا الانديه ديال القسم الممتاز 20,000 درهم، وعطينا القسم الوطني الاول وديال الاناث لاول مره. حقيقه انا شخصيا شوي يسالي يهضر على هذه الارقام، هذه هي ارقام هزيله وارقام يحز الناس كانوا عليها، ولكن
الاخوان اخطاوا بانه غير نحسوا بالمنظومه ونحسوا بالاخوان بانه الامور ولات كتغير وبان اللي جاي راه يكون احسن من اللي فات. هذا من ناحيه. من ناحيه اخيره حنا تنظيم النهايه ديال الاخبار النهايه ديال الايلات ديال الصرف هذا لم ياتي بعبث او ياتي وليد السلطه، بالعكس كاين امور اللي خلات المكتب الجامعي يعطي هذه المهمه لمدينه الصرف بعده اعتبارات. الاعتبار الاول هو التاريخ الكبير ديال كره اليد بين الصرفيين ديال الصرف الصرف نشكر الجامعه على العمالقه في كره اليد الوطنيه. هذه من ناحيه. من الناحيه الثانيه العمل الكبير اللي كيبدا على مستوى المكتب الجامعي وعلى مستوى المكتب ديال الفريق ديال الصرف والمجهود اللي كيدير. وخير دليل على ذلك السيد اللي ولا كيوصل الحمد لله الدوري ديال الفئات الصغار اللي الحمد لله ديال مولاي الحسن اللي ان شاء الله انا كنوعد الرئيس وواحد اعضاء المكتب بجوج المسائل. المساله الاولى ان شاء الله غادي ان شاء الله ندخلوا باش تكون ان شاء الله النسخه القادمه تحت الرعايه الساميه نتعاون مع الدين. النقطه الثانيه انه كجامعه غادي نعتبروا محطه استراتيجيه في دعم هذا الشيء ديال العمل القاعدي. خذوا معنا جانب اخر اللي باش نشاهدوا وحنا كنتواصلوا مع وسائل الاعلام. حنا ما يمكنناش ننمو ما يمكنناش نطور كره اليد بدون وسائل الاعلام. وسائل الاعلام هي اللي كتدور الراي العام حول ما يدار في كره اليد. والعمل ديالنا كيتطور وكنجتهدوا الا من خلال الانتقادات ماشي المجامله او كذا، ولكن الانتقادات تكون مسؤوله تاخذ على مستوى التسيير، تاخذ على مستوى سوء التدبير ديال كره اليد، ولكن باش نمشي لشخص ونقد في المسائل الخاصه ديالو هذه الامور اللي غير مقبوله. ونأكد لكم بانه هذه السنه كنا متغاضين على بزاف ديال الامور في وسائل الاعلام لسبب واحد، اننا كان الهدف الموجه وهو اننا نحسنوا الصوره ديال كره اليد. ولكن نأكد لكم ان اي شخص يكون في الاعلام واللي يكون لاعب واللي يكون كيملك وعنده رخصه لا ما كانت لا تفرع فيك تاخذ لا شوف ساعدته انا كنعرف شنو كنقول. انا كنقول لك عن وسائل الاعلام لا حق تنتقد سياسه الجامعه، تنتقد سوء التسيير، تنتقد كذا، ولكن انا اللي كنقول لك ان رجل الاعلام من المفروض عليه يحترم الخصوصيه ديال الشخص. انت سيدي ولا زيد ولا عمر ينتقد الكاتب العام بانه متعجرف ويتدخل كذا، هذا كيما ولكن الامور الخاصه اللي كيبغي يدخل بها هذه غير مقبوله. النقطه الثانيه غير مقبوله بان اي واحد عنده رخصه انه يمس الجامعه واللي يمس بالاشخاص اللي كيسيروا الجامعه واللي يمس احد من مكونات الكره اللي تكون عنده انتخابات وحجج. احنا كجامعه حنا لازم الحق. ودرنا واحد المبادره باش تخرج فيها مباشره. واحد مسير من سوق السبت اللي ما خالف واحد ما اجج به وخليته وانا خليته. الى مؤخرا انا هضرت مع كاتب العام مباشره واقول له قرار ديال رئيس الجامعه، قلت له ما تبرمجلوش ويبك السمك البرج الصعب يجري طوال ياك مشى دار وقفه قدام الوزاره وقدام كذا وكذا وكذا. احترم القانون، توقف سنتين، وقفوا المكتب الجامعي. قرار المكتب الجامعي لا يستهدف. عيطنا لرئيس النادي 4 مرات استدعاءات رسميه لم يحضر. الرئيس شنو خاصنا نديروا فيه؟ اللي خاصنا نديروا فيه عندنا مشكل مع النادي الان وكنقول لكم انا امام المال بالله لا اله الا هو يا النادي يا ما يحيي الكاتب العام الموسم الجاي ولا لا تبرمج له والله لا العام والله خرجوا بحالنا حنا كره اليد. وهذا راه قال الوزاره وهذا نقول لكم حنا الوسائل الاعلام ما يحتاجش حاجه اخرى، خاص الانضباط وخاص الاحترام ديال قرارات الجامعه. الجامعه راه مؤسسه عموميه والمكتب الجامعي راه منتخب. مجموعه من الامور يمكن نغلو النقاش من خلال بعض الاسئله اللي كيطرحوا الاخوان ونعطي الكلمه للسيد الكاتب العام اللي خرج اضافه.
عجبنيش التلفون ديال الرئيس على انه تكذب في الصحافه الوطنيه. بالعكس، الرئيس كيقصد حاملي الرخص داخل الجامعه الملكيه المغربيه الوطنيه. تعرفوا ان القانون يمنع ان حامل الرخصه يقذف في الاطار اللي كينتمي ليه الا ما عندوش الحجوج. هذا هو الشكل اللي بغى يوضح الرئيس، وهذا ماشي قرار ديال الرئيس، هذا قرار ديال المكتب الجامعي ان الحامل الرخصه ديال الجامعه الملكيه المغربيه للتصنيف له الحق انه يحتج له سلوك حقيقي يراسل الجامعه، يجاوب يراسل الجامعه. كاين طرق وسبل ديال الاحتجاج اللي هي معروفه، ماشي نوصلوا اننا المواقع كنلقاو كنشوفوا السب اعضاء الجامعيين بدون استثناء. كتولي باسله لانه هذه المواقع مشتركه بين الجامعات الجيران اللي كيحترمونا كيلقاونا كنتسبوا داخل البلاد. هذا هو اللي خلى ان المكتب الجامعي بجميع المكونات ديالو خد هذا القرار ديال توقيف الكاتب العام ديال سوق السلك لمده 2 سنين، وعطاوه الحق للرئيس 4 المرات ديال النادي باش يجي يناقشوا معاه خلفيه ديال التوقيف. الرئيس ديال النادي ما حضرش، واللي زاد اثر العلاقات بين النادي والجامعه هو ان هذا النادي دار الجمع العام، ماشي حيد الكاتب العام، باش يزكي الكاتب العام. معنا كان تحدي اخر ديال مكونات هذا النادي، وحنا اللاعبين ديال هذا النادي راه متواجدين في المنتخبات ديال الفتيان والشبان، ما عندناش مشكل مع اللاعبين. اللاعبين هما اكثر من 6 لاعبين مستدعيين للفئات الصغرى ديال الكاديري جونيور وديال سوق السبت. جبات لاعبين كبار، جبات مسيرين كبار، معنا السي خالد المراقب راه جامعي، كاينين المدربين الكبار اللي خرجوا من سوق السبت. راه جلال الان كيدرب في القسم الممتاز وعنده 2 دبلوم يا شيخ. معنا هذا مدرب كذلك ديال المنتخب ديال يوديسات. هذه كلها امور اللي خصها يعرفها الراي العام اننا ما عندناش مشكل مع مدينه سوق السبت، ما عندناش مشكل مع اللاعبين ديال سوق السبت، عندنا مشكل مع شخص يقذف في المكتب الجامعي، وبالتالي اتخذ المكتب الجامعي قرار فيه. الصحافه الوطنيه مشكوره واستاذ، عندنا علاقات جد طيبه مع الاخوان الصحفيين، وما ثبت يوما اننا كان عندنا خلاف مع شي حد، وحنا راه الاشاره اللي كان شي تساؤلات. اننا صرنا متولين مسؤوليه شهر 6 الى شهر 5 امكانياتنا نحدوها. شهر 5 نتبعوا معاك من شهر 5 جاتنا المنحه الاولى تاع الجامعه، واللي كيقول السيد الرئيس ان اعطى منح ديال الانديه. حنا تعمدنا اننا نشاركوا مع الانديه يعرفوا المونطون كله. ملي تعطيك الوزاره 500 مليون للتامين، حاول تعطيك مجهودات باش ما نبقاوش كنوهموا الناس. مجهودات شخصيه ديال الرئيس، التدخل ديال الرئيس مع وزير الشباب والرياضه تعطينا وعد ان لديت اللي هي 1.5 مليار غادي يعاونونا بالنص كل سنه، يعطيونا الامتياز. معنا هذا العام عطاونا 250 مليون، هذه سابقه. تقصد الجامعه الاخرى اللي كيجيو كيتعاملوا معك على السنه الماليه اللي دخلتي عليها، عطاونا 250 مليون. هاد 250 مليون بغينا نبداو، الناس اللي كيتسالوا لقينا المغرب كله كيتسال. بنكه وحده كتسالى 500 مليون، 500 مليون. بنكه اخرى كتسال 100، احنا دابا 600. الرياضيه كتسال 60. وطيب لعبت في الشامبيون دافريك كيتسال ما عطينا حتى ريال، ما كديرش كاع الكل شحال. انا نسولو اليوم ريال. مود ترونسبور كيتسال، موظفي كيتسالوا. كيفاش بدات المعالجه ديال هذه الامور؟ جلسنا كمكتب جامعي وخدنا قرار اننا هاد الناس نفتحوا معاهم نقاش باش نلقاو الحلول لهذه الديونيه الكبيره اللي عندنا. وفعلا لقيناهم كلهم متحمسين انهم يعاونونا.
كاين اللي تنازل على النص تاع الدين ديالو، كاين اللي جدولنا معاه الدين انه يطاب باغ يطاب مثلا من ترونسبور عندنا اون بارتي على اساس العام الجاي عاوتاني وهي غدا العمليه. وحسوا الناس ان كاين صدق في الكلام ديال الرئيس وديال امين المال. كتحس ان عندنا الحمد لله عندنا امين المال اللي الكل كيثق فيه ساكنون في الاتصالات مع هاد الناس كسبنا الثقه. داو داك الامور انتم شفتوا الرياضيه اول مره كنشوفوا الرياضيه اكثر من 42 مقابله ديال الكونفليت. معنا كنا ساكنين هذا العام في الرياضيه. عندنا لي فورنيسور بداو كيتعاملوا معنا الموظفين عطيناهم فلوسهم اللي ما مذكورين في التقرير المالي. عطينا الفلوس للموظفين اللي ما عندنا وكان جيستيف بانهم كيتسالوا، ولكن كان من المفروض نسدوا هذاك الباب لان مكتب الجامعه خد قرار ان نجيبوا شباب اللي يمكن يعاونونا في الاداره. لان ملي كيكون موظف في الجامعه 30 عام و40 عام صعيب يسير معنا كوارتير، لانه كيولي الامور مفهومه بلا ما نشرحها بلا ما نشرحها. المهم هذا فيما يخص الموظفين كثير. فيما يخص الموضوع اللي جبتو الاستاذ، حنا نسمع دارت معنا داكشي اللي ما دارش معنا في الفيدراسيون التونسيه. هو صحيح في اطار العلاقات حنا كنا وقعنا الاتحاد الافريقي مع نسمع وطرح عليه المدير السؤال يزيد بغيت نعاون الفريق ديالك. قبل ما تعاون الفريق سولني وجاتو غريبه شحال المنتدى كتسير في العالم؟ قلت لي 30 مليون. حضرت في الفرق ايوا هذا الكلام قلتو 30 مليون كان ممكن نقول انا 200 مليون ولكن انا حنا هكا قلت 30 مليون. قال لي يزيد انا بغيتك تعاوننا و30 مليون غنعطيك العام الاول 50 والعام الثاني 75 والعام الثالث 100 والعام الرابع 125 مليون. معنى كل عام غادي يزيد. هو كيتسنى الفراغ قال لك قبل ما واش تعطيني المغرب؟ قال لي لا واش غيوقع في المغرب اللي غتوقع مع المنتدى؟ يقولوا الناس علاش هو عضو جامعي وفين المغرب؟ قال لي اش كتختار؟ قلت له تعطينا الانديه شحال كتختار؟ تعطينا 100. حضرتوا التوقيع 100 150 200 250. واش غيربح مع كورتيز؟ ما عنده ما يربح. هو ربح انه غنوقعوا معاه الاتحاد الافريقي وجزاء لذاك المجهود اللي درنا معاه دخل معنا هذه العمليه. ولكن ما عرفتش واش وقع في تونس. حنا ماشي من الكلام ما درناش بحال جامعه ديال تونس. جامعه تونس منين ما تخلصوش مشاو يدعوا وتخلصوا. حنا بغى عاوننا العام الاول توصلنا بجميع المسائل الماديه العام الاول. هذا هو ان عاوننا في المنتخب عطانا 75 مليون ونص. حنا العام الاول خدنا 175 مليون من نسمع كجامعه. عاوننا ما يمكنش نوصلوا معاه للمحكمه وهو بغى غير يعاون. ما درنا لا اشهار الشيء اللي كيف ناسيونال ما كان عندنا والو. هذا السيد عطانا غير حيت بغى يعاوننا ما غنوصلوش مع المحكمه. الان كاين باش كل واحد يعرف اش واقع. كاين الرئيس في علاقاته خدام مع المستشير اللي غيدير يعاون الوكيل. حنا كنتسناو الخبر اللي كان من عندنا.